اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد من مكان جديد وخروجه جديده وشاطئ جديد من شواطئ اسكندريه وصيف ومصايف اسكندريه. انا موجوده فين؟ انا موجوده قدام جليم باي في شاطئ من شواطئ جليم. الشاطئ اللي انا موجوده فيه ده شاطئ السنه دي اول سنه يفتح فيه واول سنه من الشواطئ الجديده. طبعا انتم متعودين معايا في القناه ان انا بصور لكم كمان الشواطئ القديمه والتطوير اللي حصل فيها والشواطئ الجديده اللي بقت موجوده في اسكندريه وايه التطورات اللي حصلت. طبعا ناس كتير قوي محبه جليم باي، فقلت بقى ان انا اصور لكم جليم باي واصور لكم الشواطئ كمان اللي موجوده في جليم. في الفيديو ده صورت لكم الشاطئ اللي انا موجوده فيه ده، هناخد جوله حلوه كده على الشاطئ بكل تفاصيل الشاطئ بالعنوان. بس قبل اي حاجه فضلا وليس امرا ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك تفعيل جرس ولايك للفيديو، ولو مشتركين في القناه ما تنسوش ان انتوا تحطوا لايك. يلا بينا بقى نبدا فيديو النهارده. انا موجوده في شاطئ جليم المميز السياحي. شاطئ جليم المميز في السياحي موجود في منطقه جليم بعد النفق على طول، يعني هتنزلوا النفق لو انتوا جايين من الناحيه التانيه عكس اتجاه البحر هتطلعوا تلاقوا شاطئ جليم المميز، وده الشاطئ المميز. بعده على طول الشاطئ جليم ب5 جنيه او المجاني، لكن ده جليم المميز اللي بعد النفق على طول. يعني النفق هناك اهو، دي دخلت الشاطئ كده، هو دورين. الدور اللي فوق ده كافيه منفصل خالص عن الشاطئ. الناس اللي جايه ومش حابه ان هي تقعد على الشاطئ او تقعد على البحر ممكن تقعد في الكافيه ده. الكافيه ده منفصل خالص عن البحر، بس يعتبر زي دور اول كده منكم للبحر. القعده فيه حلوه قوي، يعني انا شايفه ان القعده فيه احلى كمان من القعده على البحر. لو حد جاي ومش حابب ان هو ينزل البحر هيقعد فيه كانه قاعد على البحر على طول بدل ما ينزل على الرمل. هنا نزلت وحاولت ان انا بقى ادخل على الشاطئ ونزلت الكاميرا لان المكان زحمه جدا، وفي نفس الوقت مش حابه ان انا اطلع الناس اللي قاعده على الشط ورا زي بقيه الفيديوهات لما باجي اصور بيبقى الشاطئ عريض. هنا اول حاجه لاحظتها ان الشاطئ شاطئ صغير وشاطئ عائلات فقط بالمناسبه، مفيش شباب خالص ممكن ان هي تدخل هنا. الشاطئ شاطئ عائلات. وطبعا اعذروني ان الشمس جايه في الكاميرا، انا همشي هقف في مكان بعيد خالص هناك. المكان ده هصور لكم بقى الشاطئ واجواء البحر والاطفال وهي بتعوم في البحر وحالة البحر ورأيي في الشاطئ، بس هصوره من هناك. ولما هقف هناك هقول لكم ليه انا رحت هناك اصور لكم. بس وانا بتمشى كده واروح المكان اللي حابه اقف فيه عايزه اوريكم هناك ده جليم باي كده اللي في وشنا على طول. كل ده مطاعم وكافيهات جليم باي. كده ده البحر ما فيهوش موجته ضعيفه جدا. دايما بقول لكم خلاص شواطئ اسكندريه بقت شواطئ بلا امواج، زي ما حضراتكم شايفين مفيش امواج خالص. بقت كل الشواطئ بقت مقفوله من ناحيتين وبقى فيها صدادات وبقى فيها امان، ما بقاش فيه خالص الامواج العاليه اللي كانت موجوده. تعالوا بقى اكمل كده معاكم وامشي اقف هناك بعيده عن الشمسيات وعن اضاءه الشمس عشان تشوفوا افضل. وهقول لكم برضو اكيد انتوا لاحظتوا، بس انا برضو لما هروح اقف هناك هقول لكم. اللي فوق ده الكافيه اللي انا صورته وانا داخله الكافيه، زي ما قلت لكم شايفينه كانه بلكونه دور اول على طول، يعني اللي يقعد فيه كانه قاعد على البحر. القعده فيه تحفه وده منفصل تماما عن دخول الشاطئ. فحبيت برضو ان انا وانا بتمشى كده اوريكم ازاي الكافيه فوق الدور الاول وارتفاعه. ليه بقى انا جيت وقفت اخر الشاطئ هنا؟ انا وقفت اخر الشاطئ عشان اوريكم مساحة الشاطئ وعرض الشاطئ. هنا البحر زي ما حضراتكم شايفين اللي جوه دي مراكب على فكرة، وفي ناس بتأجرها وبتدخل بيها تتجول في البحر او فسحة في البحر بالمراكب. هنا بقى الشاطئ، انا بحب اوريكم مساحة الشاطئ عشان دايما بتسألوني عليها. الشاطئ مش شاطئ عريض تماما، هو شاطئ صغير جدا، وده برضو ليه محبينه لان في ناس لما بتيجي تحب تقعد على الشاطئ بتحب تقعد على الشاطئ والمية تبقى جاية عليها. فهنا الشاطئ تقريبا بياخد ترابيزتين 3 قدام بعض، اكتر من كده ما ياخدش. ده عرض الشاطئ، بتبقوا قاعدين على الشاطئ زي ما حضراتكم شايفين الموجة جاية عليكم. لكن البحر زي ما حضراتكم شايفين البحر امان، موجود كذا غطاس على البحر، موجود بدال شفتوه وانا داخله في اول الفيديو. موجود ينفع ان انتوا تأجروه وتاخدوا بيه فسحه برضو في البحر.
بتبقوا قاعدين شايفين جليم باي على طول، والناحية التانية على شمالكم موجود كافيهات برضو كتير، وفوق الكافيه اللي تبع الشاطئ وقدامكم المراكب والبحر زي ما حضراتكم شايفين. الاطفال نازله والموجه هاديه خالص زي ما حضراتكم شايفين الشاطئ. زي ما بقول لكم الشاطئ بصوا مساحته صغيره جدا، مش عريض، لكن كطول لا طوله كويس، كطول كويس، لكن كعرض مساحته صغيره. وطبعا في ناس بتحب الشواطئ دي جدا، تحب وهي قاعده الميه كده، حتى لو حد ما بيحبش ينزل البحر، في ناس كانت بتاخد الكرسي وتحطه عند البحر قدام عند الشاطئ عشان الميه كده هم بيبقوا قاعدين والميه جايه عليهم، فدي متعه لوحدها. وكل شاطئ ليه ناسه وليه محبينه. الشاطئ هنا الناس اللي موجوده فيه ناس محترمه. انا دايما لما بروح شاطئ اول حاجه بشوفها الناس اللي ماسكين الشاطئ، في غواصين ولا لا، شاطئ امان على الاطفال. وهنا الناس اللي ماسكه الشاطئ ناس محترمه جدا، في رقابه، في امن، في غواصين، عملوا تطورات لسه في الشاطئ. غير ان كمان في وش الدور الاول واحنا داخلين كده موجود بقى الحمامات وغرف تغيير الملابس. الحمامات عاملينها جاهزه جدا كويسه، زي الحمامات اللي على الشاطئ بيبقى حمام واحد مفتوح فيه كذا دش، لا دي حمامات منفصله من جوه، واحد للسيدات واحد للرجال. وبجد عاملين فيهم ديكورات حلوه قوي، فوق الديكور حلو جدا. طبعا لما بتخلصوا عوم على الشاطئ هنا بتطلعوا الدور الاول، بتدخلوا بقى الحمامات او غرف تغيير الملابس نضيفه وجاهزه. انا دخلت وشفتها بس ما رضيتش طبعا ان انا اصورها، لان طبعا كان في ستات وبنات جوه ما ينفعش ان انا اصور جواها، بس نضيفه جدا وكويس. ده كده فوق الكافيه وكده عرض الشاطئ كان امان. الناس اللي موجوده فيه ناس محترمه. قلت لكم العنوان وشفتوا طبعا حالة المية وناس محبين جليم والناس اللي بتحب تيجي جليم مخصوص وكمان تيجي جليم باي وعايزة الشاطئ اللي انا موجودة فيه ده شاطئ جليم السياحي المميز، تقدروا ان انتوا تيجوا فيه. غير كمان هيعملوا فيه تطورات تانية، هيفتحوا فيه كافيه في الدور اللي فوق، يعني هيبقى 2 كافيه مش واحد بس. وبرضه لما يحصل التطورات دي هاجي واصور لكم المكان بعد التطوير، كمان هيتجهز ويحصل فيه حاجات كتيرة جدا احلى واحلى. كان مريح حلو زي ما قلت لكم. المكان لو عندكم اطفال وبتخافوا من البحر اللي بيكون فيه موجة عالية، المكان امان ومقفول من كل النواحي. حبيتوا تخلصوا نزول شاطئ وتدخلوا الحمامات فوق، هتدخلوا وتطلعوا تقعدوا في الكافيه. المكان حلو جدا، موجود فيه جميع المشروبات. اي فيديو انا بعمله مش بيكون اعلان ولا بيكون بمقابل، لان اتكتب لي الكومنت ده وزعلت منه جدا، لان كل الفيديوهات دي انا بعملها عشانكم انتوا، سواء مصيفين او من اهل اسكندريه او ناس حابه تعرف اماكن جديده فتحت وحاله البحر، كل ده من غير مقابل خالص. اما بقول لكم اكتبوا لي في الكومنتات حابين ان انا اصور مكان ايه ومكان ايه عايزين تشوفوه، بروح وبصوره من غير اي مقابل. اي حاجه دعايه انا بعملها بتكون من غير اي مقابل. وده شاطئ جليم انا عملته برضو بناء على طلباتكم، قلتوا لي صوري جليم باي، فبالمره قلت اصور الشواطئ اللي موجوده في جليم. ده اول شاطئ صورته، بعد كده هصور لكم الشاطئ اللي هو الدخول ب5 جنيه، الشاطئ اللي بعده على طول. بس طبعا الناس دايما بتحب شاطئ مميز وشاطئ مجاني، وطبعا انا صورت الشاطئ المميز ده اللي انا موجوده فيه، حلو جدا وهيعجب اكتر كمان الناس اللي ما بتحبش الشاطئ او الرمله العريضه الطويله اللي بتتعب من المشي فيها وبتحب تقعد على البحر والميه تبقى جايه عليها. غير كمان مكان جنبكم كل الكافيهات والمطاعم، والمكان اللي موجودين فيه 2 كافيه دور علوي فوقيكم، وطبعا اللي بتسالوا عليها الحمامات دايما من الاماكن المجهزه جدا. ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو حابين ان انا اصور مكان تاني اكتبوا لي في الكومنتات، ولو لسه لحد دلوقتي ما عملتوش اشتراك تفعيل جرس اعملوا اشتراك تفعيل جرس ولايك للفيديو، وشوفوا بقيه الفيديوهات على القناه هتعجبكم جدا. واشوفكم فيديو جديد على خير ومع السلامه.